بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وسهره جديده وبرنامجكم حارس الاهلي. كالعاده الاهلي كل فترات قصيره جدا يقدم لنا مفاجاه. مفاجاه النادي الاهلي اليوم هي مفاجاه انتظرها عشاق النادي الاهلي على مدار سنوات وسنوات طويله جدا. هو الحلم لجماهير النادي الأهلي منذ القديم الأزل والوقتنا وعلى طول. النادي الأهلي عنده حدثين كبيرين في يوم واحد. الحدث الأول إنه كأس العالم للأندية تصل القاهرة إما يوم 11 أو 12 من الشهر الحالي، ويتم الاحتفاء بها في النادي الأهلي في التتش يوم 13 إن شاء الله. وكأس العالم مش هتزور غير الدول اللي في كأس العالم، يعني هتزور مصر لأنها في كأس العالم، أمريكا هي منظمة كأس العالم، الأندية الأوروبية زي ريال مدريد وغيرها من الأندية الكبرى. فكأس العالم ستذهب إلى هذه الفرق لكي تحتفي، كأس العالم تحتفي بهذه الأندية والأندية تحتفي بكأس العالم. وللأمانة ليس من العدل أبداً انك تقارن الاهلي بغيره في كل المجالات، سواء كانت محليه او كانت افريقيه او كانت عربيه او كانت عالميه. الامر يعني الحمد لله شديد البعد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بعيد تماما تماما تماما. الاهلي في مكانه عظمى، مكانه كبيره جدا، ولولا الاهلي خلال السنوات الماضيه لما كان للكره المصريه حس ولا صوت مسموع ابدا في أي من المحافل الدولية ولا الإفريقية ولا العربية. فشكرا للنادي الأهلي. هل كده بس؟ لا، استنى. ستنتقل كأس العالم إلى أرض الحضارات، هناك في الأقصر، في وسط الحضارة المصرية، في وسط المعابد والمتاحف، حيث التاريخ يكون شاهدا على احتفال عالمي. احتفال هيحضره كبار رجال الفيفا وكبار رموز النادي الأهلي وبعضا من كبار الرموز في مصر والمسؤولين في مصر. المدعو لهذا الاحتفال هم 200 شخصية فقط لا غير، من رموز مصر، من كبار الفيفا، من رموز النادي الأهلي، وأيضا من المسؤولين في مصر. ماذا سيحدث خلال هذا الاحتفال؟ خلال هذا الاحتفال سيتم الإعلان عن تصميم استاد النادي الأهلي، الحلم الكبير لجماهير النادي الأهلي. سيتم الإعلان والتوضيح للاستاد. هيقول لك الاستاد ده هيتنفذ إن شاء الله في 4 سنوات، وهيقول لك بإذن الله إن الاستاد ده سعته 42,000 متفرج قابلة للزيادة، وهيقول لك إن التصميم تصميم أمريكي بشكل جيد وبشكل رائع، والتنفيذ بالتأكيد بيشارك فيه المصريين. متى ستنتقل ملكية الأهلي كاملة؟ بعد سنوات بنظام الBOD، لأنه في حق انتفاع للممولين والناس اللي هتصرف على الاستاد، لكنه النادي الأهلي هو مالك هذا الاستاد. النادي الأهلي هو صاحب هذا الاستاد، وهو إضافة وأعتقد شيء رائع للرياضة المصرية ولكرة القدم المصرية. هذا الاستاد إن شاء الله اللي كنا زمان بنسمع عنه، الآن الحلم سيصبح حقيقة بإذن الله، في احتفال أعتقد هيهز العالم يوم 14 فبراير. عندك كمان جامعة، عندك كمان متحف، عندك كمان مستشفى، عندك كمان فندق. أنت تتكلم عن مدينة رياضية كاملة، أنت بتتكلم على مجمع رياضي متكامل، عندك مول كمان. أعتقد أنه ما يفعله النادي الأهلي هو درس للجميع في شأن الاستثمار، هو درس للجميع في شأن أنك إزاي تقدر تشتغل بمواردك وإزاي تقدر تستفيد من اسمك. مرة تانية، ما هي كلمة السر في الأهلي؟ كلمة السر في الأهلي الحب. نعم، لأن كل واحد موجود في النادي الأهلي بيحب الأهلي، بداية من عم حارس ربنا يديله الصحة، وحارس الأمن اللي موجود على البوابة،
مرورا بكل المسؤولين، مرورا باعضائه، مرورا بمشجعيه، وصولا الى مجلس ادارته برئاسه كابتن محمود الخطيب. هو ده اللي بيفرق النادي الاهلي. غير الحب هو الاستقرار. النادي الاهلي لما في يوم من الايام حد فكر انه يعمل مجلس مؤقت للنادي الاهلي، القرار صدر الساعة 14 وانتهى الساعة 10 مساء. خد 6 ساعات فقط لا غير، لانه اعضاء النادي الاهلي قال لك لا نحكم ابدا من قبل لجنة مؤقتة. ابناء النادي الاهلي هم من يديروه، ولابد من انتخابات عشان يجي مجلس ادارة ايا كان مين اللي يجي. فالناس حافظت على وحدة النادي الاهلي، الناس حافظت على استقرار النادي الاهلي. سر النادي الاهلي هو في عائلة النادي الاهلي. وتعالى شوف اول برنامج انتخابي اعلنه كابتن محمود الخطيب، وانا كنت حاضر هذا الاحتفال في احد الفنادق، وكل كلمة اتقالت في البرنامج تحقق منها الكثير والباقي يتحقق، وكان اهمها هو استاد النادي الاهلي. والان الاهلي على اعتاب الاعلان عن بدء البناء بعد مرحلة حجر الاساس، بعد مرحلة شركة الاهلي، بعد مرحلة شركة القلعة الحمراء، بعد العديد من المراحل. الان بنعد الايام وبنعد الساعات لبدء البناء في استاد النادي الاهلي الجديد اللي هيستغرق ان شاء الله حوالي 4 سنوات. نتمنى ان تقل حتى لو كانت 4 سنوات. السنة دلوقتي بتمر اسرع مما نتخيل.